السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جبت لكم هذه الوصفه ديال الكرعين، وحنايا في فصل الشتاء والبرد، وكنبغيو هاد الكرعين كيكونوا مطلوبين بزاف في وقت الشتاء. وان شاء الله غنشارككم معكم اللي كيجيو ناجحين 100% بطريقه تقليديه كما كتشوفوا كيجيو خاطرين هذيك الختوريه ديالهم. وخليكم تعرفوا على المقادير. وهنا غتعرفوا على الطريقه اللي كنعملو انا والوالده، كتجي ناجحه 100%. واحسن طريقه باش يجيكم الكرعين معلك، اول حاجه بعد ما كنجيبوا الكرعين الا كان ضروري خاصو يعاود، حيت كيكون ديجا مصايبينو مقادينو، ولكن انا كنشوف يعني واش باقا فيه خاصو ضروري يدوز فوق العافيه ولا لا. ومن بعد كنحكوه مزيان مزيان، حيت خاصو ضروري يتحك بالجيكس ولا شي حاجه اللي تكون جديده. تحكوه بها باش تحيد هذيك الحموريه كامله. ومن بعد كنديروا في الكوكوت، وقبل ما نديروا في الكوكوت ملي تبغيو ديروه ساعه في الماء مرقد باش يطيب لكم دغيا، يعني ما يحتاجش وقت طويل فوق العافيه. هادو هما المقادير اللي غادي ندير في هاد الكرعين هادو. عندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي خرقوم، ابزار، القرفه والفلفل الاحمر وسكينجبير وزعفران. هنايا هادو هما المكونات اللي غادي نضيف في الكرعين. عندي هنا الحمص مرقد، قزبر ومعدنوس، ثومه 4 الفصوص ديال الثومه، الحامض المصير، زيت الزيتون والبصله، وكذلك الزبيب حتى هو نرقدوه في الماء واحد نص ساعه. هنا غناخذ طنجره وغنضيف فيه كلشي، لان كما قلت لكم هاد الطريقه تاع الكرعين انكم ترقدوه في الماء ما تياخذش لكم بزاف تاع الطياب وكيطيب دغيا. هنا خديت بصله حمراء وبصله بيضاء، لان البصله الحمراء كتعطي واحد النكهه رائعه، والبصله البيضاء كتعسلوا لينا. خديت الحامض المصير، وكذلك قزبر ومعدنوس، والتوابل اللي ذكرت لكم، تحميره، ابزار، خرقوم، القرفه حتى هي كتبن لينا، والفلفل الاحمر. وكذلك ما نساوش قبيصه ديال الزعفران حتى هو راه كينسم لينا، وزيت الزيتون حتى هو ما نكثروش منه، تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، ولا ما كاملاش نص كاس. وهنا كما شفتوا وضعت الزعفران، وغادي ندير 4 دروس ديال الثوم. بعد ما غنبشر الثوم نعملو، وغادي ناخذ الحمص بعد ما رقدته. ممكن كاين اللي كيديروه هو الاخر هو وزبيب، ولكن انا كنفضل ديروا مع بعضياتهم باش يطيبوا، لان غادي ياخذ لكم غير طيب قليل الا درتو ديك الطريقه. هنا درت معلقه صغيره ديال السمن حيت السمن كيزين، وهنا 2 معالق كبار ديال صلصه الطماطم. واش تاخذوا الطماطم طحنوها ولا تاخذوا الصلصه تكون جاهزه. صافي غنخلط كلشي مزيان، وفوق النار غادي نخليه حتى يبدا يدير فقاعات، وكنسد عليه تقريبا ما كاملش نص ساعه، 45 دقيقه تقريبا اللي خدا لي تاع الوقت. هنا كندير الزبيب من الفوق صافي، وغنسد على الكوكوط ديالي، وغنمشي نحضر معاكم الخبز تاع الزرع، لان هاد الكرعين كيبغيو الخبز تاع الزرع ديال البلبوله. المهم هنايا درت الخبز تاع البلبوله، راه كتفيت شاركاه معكم في الفيديوهات، وريتكم على لقطات منه كيجي كيحمق هاد الخبز تاع البلبوله. وهنا بعد ما وجدوا الكرعين، بعد ما دازت 45 دقيقه، زدت ليهم 5 دقائق ديال التعسال. لما تعسلوا صافي، دابا غادي نقوم بالتقديم ديالهم. الصراحه كيجيو غزالين، والطريقه ما كياخذوش لكم الوقت. انا كنعرف بزاف كيسدوا عليهم 3 السوايع 4 السوايع عملنا عليه، ولكن غير 45 دقيقه. هذيك الطريقه اللي وريتكم انهم يترقدوا في الماء ساعه وعاد طيبوهم، راه كيساعدوهم انهم دغيا كيطيبوا، في ما كياخذوش لكم الوقت. بعد ما دازت 45 دقيقه كما قلت لكم تخليهم 5 دقائق يتعسلوا، ودرت ليهم ايطرو ديال الماء، يعني ايطرو تاع الماء ما زدت عليه ما نقصت. وبالنسبه لشحال عملت تاع الكرعين، كيلو يعني بحال رجل ديال البقره. كامله، يعني حيدنا منها غير واحد الطرف صغيور، هذاك خاصو يتلاح صافي. يعني كامله. هادو هما المقادير ديال هاد كيلو ديال الكرعين.
صافي هنايا كنحطهم. ممكن تزينوا بالبرقوق كما كنديروا اللحم بالبرقوق، راه كيجيو غزالين. يعني اي حاجه درتوها فيهم راه كتجي زوينه، كتجي بنينه بالنسبه للتزيين. ممكن مشماش اللي جات على بالكم تزينوا. المهم انهم كيجيو معلكين وكل شيء على البنه والختوريه راه كيجي بنين وخاتر. راكم كتشوفوا غير من الصوره ديالهم. اما المذاق ما نعاودش لكم، جا خطير خطير الا درتو هذوك المقادير درت لكم: السمان، البصله الحمراء، البصله البيضاء، وحتى اللون ديالهم. خداو هذاك اللون اللي خاصو ياخذوا، لان الكرعين هما اللون القهوي، يعني ما يجوش صفرين ولا يجوا، هذا هو اللون ديالهم وكيجيو بنان. وكنقول لكم بصحتكم وراحتكم. وشحال هذه ما شاركت معكم شي هو، قلت غنبدا لكم بالكرعين وراهم جاو بنان وبصحتكم وحقكم في الجنه ان شاء الله. هنا قمت بالتزيين ديالهم، درت غير شويه الزبيب، الفواكه الجافه خفيفه ظريفين. وهنا الخبز تاع الزرع حتى هو جا، ما نعاودش ليكم، وهذا هو وقته. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.